ليه في العلاقات اللي بيترفض بيتمسك اكتر؟ دايما اللي بيترفض بيبقى حاسس ان هو عنده عيب، او دايما ان هو عنده مشكلة، فدايما بيبقى بيحاول كبرياءه يمنعه ان هو يمشي، فبيفضل يحاول ويحاول عشان انت ما ترفضنيش، وده بيبقى جاي من الكبر. كبريائي منعني ان انا اقبل ان انت ترفضني. حتى لو زوجين، حتى لو علاقة قريبة من بعض، حتى لو اتنين صحاب، ان حد ما بيردش عليا وده بيبقى عنده كبر عالي جدا، ان انا ما ينفعش، ده بيبقى عنده كسور كده اخلاقيه، بيبقى غصب عنه، بيبقى ما ينفعش تسيبني. الموضوع ممكن يكون خايف من الوحدة، خايف ان هو يبقى لوحده. لا انا ما تسابش، بس الهدف اساسي بتاعه على فكره. احتمال يرجع وهو اللي يسيب. انا لسه اسال حضرتك، يعني هل لو العلاقة كملت فيما بعد هينتقم؟ ما بيسيبش حقه. طب الانتقام ده ايه؟ مرض نفسي ولا دي طبيعة بني ادم؟ طبيعه بني ادم عنده طول الوقت حته ان انا مش هسيب حقي. في اشخاص دايما عندهم فكره ان انا مش هقدر اسيب حقي، انا لازم اجيب حقي ومش هنسالك، لان هو ما صفلكش، هو ما صفيش لما انت نسيته او انت سبته او انت وجعته او انت جرحته، فبيفضل في العلاقه دي لحد ما يجيب حقه ان شاء الله بعد 10 سنين. بس في ناس لما بتتساب يعني بتقفل الباب وبتاخد بعضها وتمشي. ده اللي بيبقى عايز يحافظ على سلامه الداخلي وعايز يحافظ على نفسه. خلاص مش مناسبه، همشي. ما عندوش الويلنج او الاستعداد ان انا عايز اجيب حقي، عايز ارد لي الالم. هل ما عندوش طاقه ان هو يكمل، ولا هو اصلا من جواه يعني شايف ان الموضوع خلاص دي كده ده كرامه انا مش هكمل يعني؟ لا، بيبقى عنده ذكاء اجتماعي. ذكاء اجتماعي بمعنى انا مش هينفع اكمل في العلاقه دي لان هي ما تناسبنيش. مين اللي ساب مين ما سابش مش فارق معاه، هو متصالح مع فكره مين اللي ساب، مش فارق معاه. لكن في حد حتى لو العلاقه دي مؤذيه وهتبقى فيها مشاكل كبيره جدا، بس انت ما تسيبنيش، هرجع لك وانا اسيبك. اللي عايز يكمل علشان لازم ياخد حقه ده مريض نفسي. بص خلينا نفرق بس بسرعه كده بين المرض النفسي. مرض نفسي ده كلمه كبيره جدا، انا محتاج اخد ادويه عشان مريض نفسي. لكن في حد عنده شويه قصور اخلاقي، عنده مشاكل اخلاقيه، مشاكل اضطرابات، خلينا نسميها اضطرابات. الاضطرابات دي بيبقى في السلوك، بيبقى جايه من التربيه. سلوكيا اصلا من الاول هو محتاج يتعدل يعني. هو محتاج، لان هو ده ناتج سلوك، ده ناتج أيوة. السلوك ده ناتج تربيه، ناتج معيشه عاشها، ناتج تجربه قبل كده. مش في ناس بيبقى عنده مشكله مع الست، راجل بيبقى عنده مشكله مع الست او العكس. صحيح. بتبقى عايزه تنتقم من كل الرجاله. ده صحيح. دي مش مريضه نفسيا، دي عندها قصور اخلاقي او شويه سلوك ناتجه عن علاقه قبل كده، ما عرفتش تاخد حقها من اللي قبله، فبتاخد حقها من اللي جاي. يعني ممكن واحد تحصل له مشكله من حد قبله فيفرغ بقى الطاقه كلها في اللي طبعا بتحصل كتير، موجوده يعني في حياتنا كلها. فبينتقم وهو مش واخد باله، هو بينتقم من الانثى. اقول لك على مفاجاه، ده في حد ممكن يكون الجرح من ابوه او امه، بيبقى الطرف الثاني ده او الجنس الاخر ده بيبقى بالنسبه له عدو، مش قادر ينسى الوجع اللي امه سببته له، فبيوجع اي ست قابلها، حتى من الاهل، حتى من اي حاجه. الاهل هيحكوا اصلا مع اولادهم في حاجه زي كده؟ يعني هيربوهم يقولوا لهم ما تسيبش وما تعملش؟ لا، هيخشوا في العلاقات قوي كده؟ مطلوب ان انت تخلي ابنك جاي متوازن، متوازن في الدنيا. يعني يحكي معاه في ايه مثلا لو عايز يربيه انه ما يأذيش حد في العلاقات؟ اللي هو ركز على نفسك طول الوقت، اللي هو خليك في حالك انت، شوف انت دورك ايه واعمله. ولو عرفوا ان في حاجه اسمها نصيب، عرفوا ان لو ما نفعش ممكن ما تبقاش نصيبك، وده افضل حاجه ممكن انت تعلمها لطفلك او تعلمها لشاب، ان دي مش بتاعتك. الحاجه اللي متسهله، ودي دايما بنقولها، الحاجه اللي متسهله لك هي متسهله لك، الحاجه اللي متعقربه بلاش منها وابعد. اذا كبر وتربى على كده وحصل معاه علاقه وفعلا اذى حد وهو عايز يتعدل سلوكه بقى، ده يعني مين يلقطه ويقول له كده؟ لا بص، في حاجه مهمه قوي، لان هو يعني انا بسال السؤال ده ليه؟ هو مش هيقتنع اصلا ان هو غلط. اللي احنا بقى ما بناخدش بالنا منه، الضحيه هي اللي بتدور على حلول، مش الاذي اللي بيأذي. لا، فدايما اللي اتأذى هو ده دايما اللي بيدور على حل، دايما يدور على حل ينقذه هو ليه. أيوة. لكن اللي اذى ده هو طول الوقت هو مش شايف ان هو اذى، هو شايف ان هو صح، عنده مبررات بتقول له ان انت صح طول الوقت. هل لما يقع في علاقه يتأذي فيها يحس ان هو بقى عمل حاجات كتير قبل كده؟ لا، ما بيلومش نفسه للاسف. للاسف بيفضل يقعد يدور هم وحشين، هم وحشين، هم وحشين.
ده اضطراب نفسي؟ ده بيبقى شويه مشاكل نفسيه نتيجه التربيه، لان نتيجة التربية. اتربى على في بيت هو كان دايما بيلومه، دايما بيقول له ان انت وحش، ما ادلوش ثقه في نفسه، فطول الوقت هو بيدور على حد يديله ثقه في نفسه او حد يقبله. مش ممكن البيت يكون بيقول له انت حلو دايما؟ ما هو في وكويس. فرق بين ان انت حلو دايما وفي فرق بين ان انا احسسك انت حلو، فرق كبير جدا بين ان انا اقولها لك وفي فرق بين ان انت عايش في بيت سوي. اوعى تفتكر اللي بيطلع في بيت سوي هو عنده مشاكل زي اللي انت بتقول عليه. اتعامل ازاي مع فكره الرفض سواء كنت انا مضطرب نفسيا او مش مضطرب نفسيا؟ مضطرب نفسيا او عندك مشاكل مش هتقدر تتعامل معاها بسهوله، لان الرفض انت بتاخده بشكل شخصي جدا 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 جدا. انا مش مقبول اجتماعيا، فاضطر ان انا اعمل حاجه. هم دول اللي تلاقيهم ايه، بيعملوا اي حاجه تلفت النظر في اي حته. هو عايز يلفت نظر اللي قدامه باي طريقه، يعمل اي حاجه، يتجنن عشان يلفت اللي قدامه نظره ان هو انا مقبول، انا مقبول اجتماعيا. الانتقام لو اترفض، يعني شخص اترفض فهينتقم، ممكن يوصل لفين؟ كتير بنشوف جرائم كتير بسبب كده. يعني يوصل لجريمه يعني. طبعا ممكن يحصل كده كتير قوي. تشويه. انا ما اترفضتش، انا ما آه. اترفضتش دي يعني جايه من الايجو، جايه من الكبرياء. مش انا اللي يتقال لي لا، مش انا اللي اترفض، مش انا اللي تقولي لي امشي، مش انا. كلمه مش انا دي هي جايه من الايجو. الايجو من ضمن الحاجات اللي ممكن يأذي صاحبه، يأذي صاحبه بجد. فكره ان انا اللي ابقى سايب دي بتريح؟ في ناس بتعمل ده فبترضي يعني بترضي غرورها كده، اللي هو انا اللي سبته. وعشان كده على فكره واحنا شباب لما لو تفتكر كان يبقى بنخش تحدي بيننا وبين بعض، على فكره انا اللي سايباه، وكانها بتتباهى. هي مش فكره انا اللي سايباها، لان هي بترضي غرورها، بترضي بقى ايه كبرياء قدام الناس. بتبقى مرتاحه فعلا او مرتاح؟ عارف ليه؟ لان بقى عندنا في المجتمع مشكله كبيره جدا. اللي اتساب ده بيتشاور عليه ان هو حد سيء، ضعيف مثلا، حد عنده مشكله. أيوة. مع العلم اللي اتساب ده ممكن يكون انسان عظيم جدا، وانه سكت اصلا يعني، وانه اتساب. انا مش معنى ان انا اتسبت فانا وحش. أيوة. لا، انت ممكن تكون انا حد كويس جدا وانت مش قادر تبقى كويس معايا فسبتني ومشيت. على فكره في علاقات هو دايما طول الوقت بيسيب، يوصل لمرحله معينه ويسيب، يوصل لحته معينه لتحدي معين ويسيب. ده عنده اضطراب. فمش معنى اللي سابه ده وحش. يعني يعرف حد يعلقه وبعدين يمشي يعني. طبعا طبعا هو عنده حب التملك بس. ده التارجت بتاعه يعني. طبعا طبعا. مش ارتباطات بقى ولا لا هو الهدف بتاعه ده. أيوة. انا اخري هنا، فتلاقيه كل شويه بيعمل علاقات. موجودين كتير دلوقتي؟ كتير قوي طبعا يعني. طبعا. ولا بعض؟ بص، ما احنا يعني ما عندناش التعداد، بس هي فكره ان هم موجودين. موجودين. اصلا انا تقريبا دايما بشوف الحاجات دي. كتير هتلاقي موجودين كتير جدا في المجتمع حوالينا. هتلاقي فيه كتير. على فكره بقى في ناس بتتكلم، في ناس ما بتتكلمش. أيوة. يعني أيوة. ما حدش عنده الجراءه والشجاعه النهارده يقول لك انا اتسبت، لكن دايما اللي ساب يقول لك على فكره انا سبته. الامور دي موجوده في الصداقات ولا في العلاقات بس؟ في كل حاجه، الراجل والست. في كل حاجه. وهي ابسط حاجه هي البلوك. ان انت تعمل لحد بلوك من حياتك. على الموبايل، على كل الشاشات، تقدر تعمل بلوك لحد وخلصنا العلاقه. وكأن العلاقه النهارده بقت ليها علاقه بالبلوك، في دوسه زرار خلاص هنا علاقه ممكن تبقى بقى لها 5-6 سنين. بقت سهله. ايوه. بس يعني بقى عندنا مشكله كبيره جدا النهارده، ان هي بقت سهل نفرط في بعض. ده صحيح. مش صعب. صحيح. بقت سهل علينا. ليه؟ اسف في اللفظ، بقى في غيرنا كتير. صحيح. موجودين، فاللي هو ده هيمشي، ده هيجي، ده هيمشي، ده هيجي. ما بقاش في حته زمان كده كانت العلاقات عزيزه. ما بقاش فيه. ويقابلك كده ويكلمك ويعدي عزيزه. احنا عزاز عن بعض. ايوه. احنا مش سهل نفرط في بعض. مش بلوك ولا فيس ولا شات ولا لا. ايوه. لا مش سهل نفرط في بعض. احنا بنفترق في الشات دلوقتي يعني. الموضوع سهل. انا من وجهه نظري كل ما بقت سهوله في التطبيق ان احنا نعمل بلوك لبعض، كل ما بقت عندنا سهوله في البيع، ان احنا نبيع بعض. بقى عندنا سهوله في ده قوي، لان بقت سهل ان انت تعمل بلوك ما تعرفش عني حاجه. صحيح. انا وانت ممكن نبقى مشتركين في اكونت فيسبوك ولا انستجرام ولا اي اكونت، خلاص عملنا لبعض بلوك، احنا مش عارفين بعض حاجه. زمان كنت انا عارف بيتك ورقم تليفون البيت واخواتك ووالدتك ووالدك أيوة. انا بند عليك، بصفر عليك من تحت. ده صحيح. النهارده احنا نعرف 90% من اللي نعرفه ما نعرفش بيوتهم. بشكرك يا دكتور. شكرا. حبيبي. شكرا ليك.